صباح الخير بنات، شلونكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه وعافيه وراحه بال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله واصحابه اجمعين. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتعليق مثلكم. اليوم مثل ما تشوفون بدايه الفيديو بالبصل والثوم والطماطه توني جبتها. راح اسوي صلصه البيتزا اليوم مثل ما تشوفون. بصل عندي وثوم وطماطه. بصله صغيره، يعني ما يحبون البصل يعني كثير، راح اسوي نص بصله. صراحه ابدا اقطعهم ناعم، وانا هي ثاني مره اسوي يعني هاي الصلصه تطلع كلش طيبه. صراحة قطعهم ناعم، كلش ناعم. راح اكمل الثوم همين واخليهم بالجدرية اثنيناتهم. كملتهم تقطيع مثل ما تشوفون، قطعتهم كلش ناعم الثوم والبصل. عندي الطماطة همينة قطعتها ناعم. راح اخلي عليه زيت واخليه على النار لحد ما يستوي عند البصل، وبعدين اخلي الطماطة. شوف البصل شلون استوى والثوم. راح اخلي الطماطة. بسم الله. خليت الطماطة. راح اخلي خاشوقتين صاص. خليت خاشوقة وهاي خاشوقة ثانية حتى اشوفكم هي. هاي معجون همين خليت خاشوقة، وهاي خاشوقة الثانية. هاي الصلصة شوفوا لي صارت ثخينة. راح اخلي عليها شوية مي، ربع جلاس. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعدها راح اخلي البهارات اي نوعية انتم تحبون تخلون. انا اخلي كمون وخلي شوية فلفل، خلي زنجبيل وبهارات شاورما. راح اخلي لها ملح همينة. اول فور طفيت جواها، وهنا عندي صدر الدجاج والبصل والفليفلة راح يستوون واسوي البيتزا وياكم. كملت اغراض البيتزا مثل ما تشوفون. الجبن، الطماطة، العجين عندي خمران. هسه راح ابدي اسويها، واني مسويها وياكم قبل. كملت هاي الصينية. من بديت اشتغل شغلت الاوفن على المود الوطني موجود. كملت وطفى الوطني. هسه راح اخليها بالطباخ، بالفرن مال الطباخ. كملت هاي الصينية الثانية. اول صينية خليتها بالفرن تقريبا راح تستوي. شوفوا لي السنك، قولين عبوة طاقة عليه. هاي كلها مواعين البيتزا، وهاي مواعين الرقيقة. راح اصفطهم واغسل هاي المواعين. كملت المواعين غسيل وخليت هذا الزاهي مثل ما تعرفون. بعد عندي مواعين الغدا. استوت البيتزا مثل ما تشوفون. هاي الصينية الأولى. الصينية الثانية ما بقى لها شي، ممكن تغسل مواعين. استوت وطلعتها وخليت الصينية الثانية. هسه راح نتغدى والعصر إن شاء الله راح أخبز وراح أشارككم الخبز. وكنت يم أهلي همينة سويت كيك للبنات خواتي. واحدة عندي زينتها والثانية هم زينوها. راح أخلي لكم هي بالفيديو واكتبوا لي ايما هو أحلى الزينة مالتها. هاي آخر قطعة عندي هسه راح أخبزها. خليت زيت راح أبدي أفتحها. ومن زمان ما شاركتكم فقط الخبز. كملته راح اخليه بالتنور. خليته بالتنور راح اخليه يستوي. خلصت خبز، هذا كان اخر رقيق طلعته الناس تشوفون. هاي الكمية اللي خبزتها. راح اشوفكم مشتريات المطبخ. وهاي الغراض مثل ما تشوفون انا اشتريتها من المول، وقسم وصيت اختي اشتريت لي همه. وانا مثل ما تعرفون كل شهر اروح على المول اسوق للبيت. هو المول طابقين. الطابق الاول عبارة عن مواد غذائية وحلويات، والطابق الثاني مواد منزلية يعني غراض مع المطبخ. اخذت هاي الطاسة سعرها 500 دينار للحمام. وهاي الكاسة الوحدة على 1000 دينار مثل ما تشوفون مكتوب عليها السعر. اخذت كاستين. وهاي السلة مع رفحاوية اخذتها للخواشيق، تصير ببطن الكامج مال الكاونتر، او السكاكين مال الفواكه تصير بهاي الطريقة. شوف شلون تصير. وهذا القالب لا اخذته من يم اهلي، سعره 2000 دينار مثل ما تشوفون، مال تحلية باردة. وهذا الغراض وصيت اختي. هاي الخواشيق البلاستيك سعرهم عليهم عرض خاص 5000 دينار. يمكن 9 قطع، ما استعملت 8 والله. شوفكم هم. هاي القاعدة مالهم.
هاي وحدة قطعة، هاي القطعة الثانية خاشوقة مثل ما تشوفون، هاي الشمشة، هاي 3، وهاي اعتقد للاندومي. هاي مع الحلويات عندي وحدة، وهاي الخاشوقة الثانية، هاي الفرشة، هاي اعتقد همين مع الحلويات. هذا تبشير صغير. هذول كلهم 5000 بيهم عدة الوان، بس اني يعني وصيت اختي تجيب لي لون اسود. اعتقد 9 قطع، بالله خل اشوفهم. دول 3، ايه 9 قطع. راح اخليهم على الكاونتر، بس اول شي قبل لا استخدمهم كلهم راح اغسلهم وبعدين استخدمهم. واني صراحة احب اغراض المطبخ واحب اشتريهم. ان شاء الله كل ما اشتري راح اصور لكم واشوفكم. وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، ومع السلامة.